ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في قناه دودو وصفاتها السهله. النهارده ان شاء الله فيديو جديد هيعجبكم جدا جدا. اول حاجه انا عندي كميه فاصوليا بيضه حلوه جدا كبيره يعني. بدات ان انا حطيتهم في حله كده، طبعا انا نقعها من بالليل عشان تستوي معايا. حطيتها كده في حله وبدات ان انا اسلقها على النار. بعد كده هنا عندي فرخه كده حلوه مقلوظه، هبتدي اعمل لها محلول النقع بتاعها بعد طبعا ما غسلها كويس جدا جدا. حطيت ملح وسكر وطماطم وورق لورا وحبهان وفلفل اسود، وبدات ان انا احطها بالطريقه دي تتنقع. هنا بقى كمان كنت هبتدي اسلق اللحمه. الفاصوليا عندي بتتسلق اهي، وحطيت اللحمه تتسلق. كل حاجه كده على عين عشان اخلص كله مع بعضه وكله في وقت واحد، وانزل الفطار بتاعي في وقته. خلاص كده بدأت بقى انا هسيب اللحمه تطلع الريم بتاعها واشيله، واحط لها بقى الحاجات بتاعتها: طماطم وجزر وبصل، وكمان ورق لورا وحبهان ومستكه وفلفل اسود، الحاجات اللي احنا متعودين عليها مع بعض. كل مره بعمل لكم اللحمه بوريكم الطريقه اللي انا بسلقها بيها، عشان عايزاكي تعمليها بنفس الطريقه دي وتدوقي حبه الشوربه كده. يعني حبه شوربه كده بس فاضيين، تحفه تحفه بجد يا بنات، حلوين جدا جدا. تعالوا بقى هنا هبتدي اعمل ايه. هعمل الحلو عشان هياخد معايا وقت برضو في الفرن، وعايزاه يبرد معايا عشان نعبيه برضو في الاطباق بتاعتنا. جبت هنا الصاجين دول، انا هعمل النهارده صاجين، وجبت جلاش. معلش انا اسفه على التصوير، ما كنتش واخده بالي ان الموبايل مش مظبوط، بس تشوفوا النتيجه معايا دلوقتي. بدات بقى ان انا اعمل ايه. انا الصاجات دي بتاخد معايا 4 ورقات من الجلاش، بحط 2 تحت و2 فوق. فبدات بقى ان انا احط واحده كده من تحت، يعني كل صاج بياخد واحده وواحده. بدات بقى ان انا احط كده من تحت، ببتدي ان انا احط الورقتين على طول. ما بين كل 3 ورقات بحط كده رشه من السمنه، 3 ورقات وارش رشه من السمنه. بدات ان انا اعملهم بنفس الطريقه كده، ورصيت الصاجين بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي. رصيت الصاجين مع بعض عشان هما يخشوا الفرن مع بعض، عشان يخلصوا في وقت واحد. دهنت بقى كده بعد ما رصيتهم كويس، دهنت الوش بتاعهم سمنه كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين. وجبت سكينه حاميه، وهبتدي ان انا اقطعهم بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. قطعت الاول بالطول كده، وبعد كده هقطع بالعرض. وكل مربع بعمله على يعني زي السمبوكسيه كده. كل مربع بقسمه بالنص كده بزاويه، بيديني شكل حلو قوي قوي، وطالع مورق وتحفه، وهتشوفوا دلوقتي معايا واحنا بنحضره. بصوا بقى شكله حلو قوي قوي بجد، كان تحفه وطعمه كان خطير. كان حلو قوي، جربي الطريقه دي، مطلع لك الجلاش كله مورق ومتحمر من جوه، وطعمه تحفه. جربيها هيعجبك جدا جدا. عايزه بقى تحطي فيه مهلبيه، عايزه تحطي فيه مكسرات، انت وراحتك. انا النهارده عاملاه ساده. بعد ما قطعته بالطريقه دي دخلته بقى الفرن على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني، ومش بولع عليه الشوايه ولا اي حاجه، بسيبه لغايه ما ياخد لون من فوق ومن تحت. بعد كده هنا بقى جبت حله كبيره، دي الحله اللي انا هسبك فيها. بدات بقى حطيت كده بصلتين كبار حلوين، وحطيت معلقه سمنه ومع حبه زيت كده، وهبتدي ان انا احمر البصل ده. اول ما البصل معايا بيدبل نزلت بحته توم كده حلوه، بتديني طعم حلو جدا جدا. هبتدي بقى اول ما ريحه الثوم بتاعتي تطلع كده، هبتدي اجيب بقى طماطم. انا طبعا ببقى عصره الطماطم ومسبكاها من قبلها عشان ما تاخدش معايا وقت في الغليان. بصوا بقى ببتدي اجيب طبعا على قد كميه الاكل اللي انا بعملها. عايزه اقول لكم ان انا طول شهر رمضان والله بدعي للناس اللي ساعدوني ان انا اعمل موضوع الاطعام ده طول الشهر. ربنا يا رب يكرمهم ويرزقهم ان شاء الله. بيفرحوني، وانا بحب اعمل كده قوي قوي. وبيفرحوني وبيخلوني يعني عندي طاقة كده حلوة، يعني طول شهر رمضان كده ببقى مبسوطة ان انا بعمل حاجة بفرح بيها غيري، او في حد بيتبسط منها. خلاص كده بعد ما حطيت الطماطم بقى، حطيت فلفل اسود وحطيت بابريكا، وهبتدي اقلبهم تقليبة حلوة. وبعد كده اسيبهم بقى يتسبكوا على النار. هنا كان عندي الجلاش طلع زي ما انتم شايفين بقى، شكله تحفة. شايفين اللون بتاعه خطير ازاي؟ اللون بتاعه حلو جدا جدا وكله مورق وجميل. جبت السيرب بتاعي اللي انا ببقى محضراه من قبلها، وبدات ان انا اسقيه بيها كده لغايه ما احس ان يعني هو اتشرب كفايه. مش بحب اكتر العسل قوي فيه عشان ما يبقاش مسكر بزياده. بعد كده بقى جبت حله تانية على النار هنا، هنشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي. وهبتدي اشوحها واديها اللون بتاعها الذهبي الجميل. وبعد كده نزلت عليها دي حبه مرقه فوريه.
انا عاملاها في البيت. وحطيت كام فص من الحبهان وهشوحهم معاهم كويس جدا، واول ما تاخد اللون اللي انا عايزاه نزلت عليها بالشوربه. الشوربه دي كانت عندي بايته من قبلها بيوم. طبعا مش بفرط في الشوربه او مش برميها، لانها بتنفعني. كملت من الشوربه الطازه، وبعد كده بقى حطيتها على النار تغلي غلوه واحده، وظبطت الملح بتاعه وحبه فلفل اسود. تغلي غلوه واحده واشيلها على طول من على النار او اطفي عليها النار. بعد كده هنا هعمل تتبيله لحاجه تانية. حطيت هنا بصل زي ما انتم شايفين، هحط توم بودره، بصل بودره. هنشوف كده التوابل اللي احنا هنحطها، معلقه توم زي ما قلت لكم. حطيت بصلايه، حطيت كمان معلقه توم كبيره، هحط توم باودر، هحط بصل باودر، بابريكا، ملح، هحط فلفل اسود، بهارات فراخ، هحط كمان حبه من الكركم، سنه قرفه صغيرين، وكام فص من الحبهان. حطيت كل التوابل دي زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ان انا اضربهم كويس جدا جدا في الكبه. هحط كمان معلقتين من الصلصه الجاهزه، تديني برضو لون حلو قوي قوي في التتبيله دي. وهحط كمان معلقتين كبار من الزيت. الزيت ليه والخل ليه؟ الزيت بيديني لون حلو قوي قوي ولمعه للفرخه، وكمان الزيت الخل هيخلي الانسجه بتاعتها اطرى. وحطيت معلقه كبيره من الصويا صوص زي ما انتم شايفين. هضربهم فرم ناعم جدا جدا. وطبعا انا الفرخه بتاعتي وشطفتها تاني، وهبتدي اتبلها بقى تتبيله زي من جوه ومن بره ومن تحت الجلد كده، يعني بصوا، هخليها ما فيش حته فيها ما فيهاش التتبيله اللي احنا عملناها دي. عايزه اقول لكم ريحه التتبيله تحفه، ريحتها حلوة قوي قوي. ممكن تتبلي بيها صدور بانيه وتعمليها بنفس الطريقة دي، تشويها. ممكن تعملي بيها أجنحة، تعملي بيها دبابيس، تعملي بيها أي حاجة إن شاء الله هتعجبك وهتبقى حلوة جدا جدا. بعد كده زي ما انتم شايفين بعد كده جبت كيس حراري زي ما انتم شايفين. حطيت فيه كام ورقه من الورق اللورا كده، وحبه صغيرين من الزيت، وهنحط فيه الفرخه زي ما انتم شايفين، وهنزل عليها بقيه التتبيله اللي كانت موجوده معايا. وهربط الكيس بتاعي ده ربطه كويسه قوي قوي، مش هخليه يعني احكم الربطه بتاعته عشان يستوي كويس. وبعد كده هجيب كده سكينه اعمل فتحتين صغيرين قوي في الكيس عشان ما يفرقعش في الفرن. هحط كده معلقتين من الخل في الصينيه زي ما انتم شايفين، وبعد كده هجيب ميه سخنه احطها في الصينيه. طب حطيت ليه معلقتين الخل؟ عشان ما تسودليش الصينيه لما تخش الفرن، عشان هحط فيها ميه ما تسودش. هنا كانت عندي التسبيكه اتسبكت، والفاصوليا اللي انا سلقاها استوت. بدات انزل بقى بالفاصوليا زي ما انتم شايفين كده. طبعا كميه حلوه، دول حوالي 4 كده. فبدات ان انا اعملهم بالطريقه دي. اسفه جدا جدا على صوتي، بس يعني انا بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات برضو بسبب صوتي كده. فانا قلت بقى يعني ايه، نبدا مع بعض كده عشان ما مركنش حبه كبار. بعد ما حطيت الفاصوليا كده زودتها حبه من الميه. بصوا لونها حلو جدا، والتسبيكه بتاعتها كانت تحفه. هبتدي بقى احط ملح واحط فلفل، واظبطها في الحياء بتاعها. خلاص كده هسيبها تغلي غلوه واحده، لان انا عندي الفاصوليا مسلوقه كويس، مش عايزاه ان هي تنشف الصلصه بتاعتها. بعد كده شلتها خالص بقى. بصوا بقى البوتاجاز عندي متبهدل طبعا جدا. لو انا ما شلتش كده وفي كل شويه اصبن على طول، طبعا هيتحرق وهيبقى شكله صعب جدا. هنا بقى جبت حله كبيره، حطيت فيها معلقه كده من البصل، حطيت فيها معلقه من السمنه، ونزلت ببصلايه وقرن فلفل كده حلو، وكمان معلقه من الثوم. يبقى حطيت بصلايه، قرن فلفل، معلقه من الثوم، على حته سمنه حلوه كده او حبه زيت على حسب ما انت بتحبي. وبدات ان انا اشوحهم. اول ما ريحه الثوم بتاعتي تطلع واحس ان البصلايه بدات تدبل، احط كده معلقتين من الصلصه الجاهزه. حطيت هنا الصلصه جاهزه عشان انا عايزه لون الطماطم بتاعتي تبقى حمراء. اشوح كده معلقتين الصلصه، طلع منهم مواد الماده الحافظه. وبعد كده انزل بالطماطم بتاعتي اللي انا مسبكاها. حلو كده. هنعمل ايه في دي؟ هنشوف دلوقتي هنعمل فيها ايه. هنسيبها بس تتسبك كده شويه، وبعد كده نرجع لها تاني. تعالوا نخش على الصنف اللي بعده. النهارده كنت عامله الاطعام بتاع الصيام، وعامله كمان لينا اكل تاني في البيت. يعني كان النهارده اليوم مليان كده شويه وصفات حلوين. تعالوا بقى نعمل هنا ايه، نكمل بقيه الافطار بتاعنا. حطيت معلقه سمنه حلوه على حبه زيت، وهبتدي ان انا اعمل رز. جبت بقى هنا حبه من الشعريه، وحطيتهم في الحله زي ما انتم شايفين، حمرتهم ونزلت عليهم بالرز والملح، وهشوحهم كويس جدا، واحط لها الميه بتاعتها واسيبها تتشرب حلوه قوي. الطريقه دي حلوه قوي في الرز. كمان لما بتحطي له ميه سخنه على طول، بيغلي معاكي بسرعه وبينجز معاكي في الوقت، وبيطلع كله سوا واحد. حطيت بقى هنا الميه بتاعتي زي ما انتم شايفين على طول، وهبتدي ان انا اسيبه يتشرب على النار. اول ما يغلي ببتدي اهدي عليه النار عشان ما يلزقش مني ويتحرق ويستوي كويس. هنا التسبيكه اللي احنا عملناها، جبت كيسين كده من الباميه. دي كنت جايبه باميه متفرزه، حطيتهم بالطريقه دي.
بعد كده هجيب بقى حبه كده من الميه صغيرين وازودها كده واحط لها معلقه توم نيه واسيبها تغلي غلوه واحده واطفي عليها. هنا بقى كنت ببتدي ان انا احضر الوجبات الاول عشان انزلها في ميعادها، وبعد كده بطلع اكمل الفطار بتاعنا. بصوا ما شاء الله الجلاش تحفه ازاي، حلو قوي قوي. بدات بقى ان انا اطلع كده في الاطباق وبعد كده بعملهم بالاسترتش راب. وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. انا اهم حاجه عندي في يومي يا بنات في رمضان انزل الفطار بتاع اللي هو فطار الصائم الاول، وبعد كده ان انا اطلع اكمل اكلي. انا مفيش مشكله، انا كده كده قاعده في البيت مش هيجرى حاجه. انما لازم الناس اللي ان انا ملتزمه معاهم لازم انزل لهم فطارهم في نفس الميعاد. هنا كانت الشوربه خلاص برضو خلصت. بدات بقى ان انا كده احطها برضو في اطباق. طبعا يا بنات انا عايزه اقول لكم ان انا بقعد في الارض احضر يعني احط الاكل في العلب والاطباق، لان طبعا بيبقى كميه كبيره مش بقدر ان انا اعملها وانا واقفه. وماما ربنا يخليها لي يا رب دايما هي اللي بتحضر معايا. بس النهارده كانت هي تعبانه شويه فانا اللي عملت الاكل وعبيت وكده وخلصت كله لوحدي. خلاص كده بصوا بقى هنا بحط سوريا زي ما انتم شايفين، واحط قطعه اللحمه كده من فوق. طب ليه ما بحطش اللحمه في التسبيكه على طول؟ انا مش عايزه اظلم حد، انا عايزه ادي كل واحد زي التاني، يعني كلهم زي بعض. يعني عندي حله الرز بصوا بقى مفلفل وتحفه ازاي. برضه هبتدي ان انا ايه كده اغرفه في الاطباق واعمل بالاسترتش راب. ويبقى كده خلصت فطاري النهارده بتاع اطعام الصائم. هنعمل ايه بقى؟ تعالوا هنكمل بقيه الفطار بتاعنا. بس لو وصلت لغايه هنا في الفيديو اتمنى ان انت تنزلي كده بسرعه تحطي لي لايك وتكتبي لي كومنت حلو زيك. ولو انت لسه جديده اتمنى ان انت تشتركي عندي في القناه وتعملي تدوسي على كلمه الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. هنا كان الاطعام خلاص خلص او الفطار خلص. هنزله بقى هنزله وبعد كده اطلع اكمل فطارنا على طول. تعالوا كده نبدأ مع بعض نشوف هنكمل ايه في الفطار، لان الفيديو هيعجبكم مليان افكار حلوه وشكل السفره بتاعتي كانت تحفه. جبت بقى هنا الفرخه اهي زي ما انتم شايفين كانت استوت. طبعا انا حطيتها في الفرن وبقيت ايه سبتها بقى لغايه ما دابت خالص. طلعتها كده على طول من الكيس، واول ما تطلعيها كده من الكيس اول ما تستوي تروحي شايله من عليها كيس عشان ما يلزقش على الوش بتاعها. تعالوا هنعمل ايه، هنعمل بقى حبه ملوخيه كده تحفه. حطيت هنا الشوربه بتاعتي، حطيت لها معلقه من الثوم، نص معلقه من الشطه، معلقه من الكزبره، ظبطت الملح بتاعها، وحطيت لها كمان مكعب من المرقه ورشه سكر يعني على طرف المعلقه كده، بتديكي طعم حلو قوي قوي. خلاص كده بدأت بقى بعد كده جبت كيس الملوخية. النهارده كل أكلنا كان متفرز يا جماعة، معلش ما عنديش وقت أجيب ملوخية وأقعد أخرطها بالمخرطة، ما عنديش وقت بصراحة. بعد العيد بقى بعد رمضان إن شاء الله نبقى نجيب ونعمل مع بعضنا. بس والله طلعت حلوة مش وحشة. بعد ما الملوخية كده سقطتها وخدت غلوة واحدة قبل ما تغلي بشيلها من على النار على طول. جبت بقى هنا طاسة حطيت فيها معلقة كده حلوة من السمنة، وحطيت حبة توم حلوين. أنا هنا عاملة الطشة كتير ليه؟ لأن أنا هحط طشة على الملوخية وطشه على الباميه، بحب احط لها كده بتديني طعم وريحه تحفه. بصوا بقى عايزه اقول لكم ان انا عشقي طشه الملوخيه دي، بحب ريحتها جدا. اول ما التوم كده هيبتدي ياخد لون بروح نازله عليه بالكزبره على طول كده. خلصنا كده بقى طشه الملوخيه، تعالوا بقى نطشها على طول. تعالوا بقى ناخدها ونروح على الحلة بتاعتنا بعد ما عملناها ونشوف بقى الطشة والريحة ونشم احلى ريحة طشة ملوخية. هنزل بقى كده، كنا خلاص بدأنا ان احنا نحضر الفطار بتاعنا لان المغرب اذنت اصلا. حطيت بقى كده الطشة وتقليبة بقى واحط على طول في الاطباق بقى بالطشة التحفة دي. قولي لي بقى رأيك في الفيديو لو عجبك، ولو انت عندك جديدة زي ما قلت لك اتمنى ان انت تشتركي في القناة تعجبك جدا جدا، واكتبي كومنت كده حلو زيك يشجعني. وكمان لو دوسي على كلمة الكل وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصي بقى ده كده كان فطارنا النهارده، طبقين بامية، طبقين شوربة، طبقين ملوخية، حبة رز بشعرية، والفرخة دايبة خالص زي ما انتوا شايفين كده. اتمنى ان الفيديو بتاعي يعجبك وتقولي رايك في الكومنتات.